طيب تفتكروا هنتكلم في مهاجم النادي الاهلي؟ لا، ما تفتكروش كده خالص، لان مفيش اي كلام على مهاجم النادي الاهلي. ودلوقتي اخر حاجه سمعتها واخر حاجه قريتها يعني انه هو مروان حمدي. بلاش تضحك، هو فعلا مروان حمدي، ده الكلام اللي انا قريته او سمعته، ان مروان حمدي هو هيبقى مهاجم النادي الاهلي الموسم القادم يا رجاله. وحاجه يعني ايه، زي الفل، حاجه زي الفل. فعشان كده مش عايز اتكلم انا في موضوع المهاجم نهائي يعني، لحد ما نشوف ايه اللي هيبقى رسمي من النادي الاهلي. ولكن الحاجه اللي هتكلم فيها، اتكلمت فيها قبل كده بس معلش التكرار برضو في بعض الحالات بيكون مفيد. امام عاشور، امام عاشور يا رجاله، عارفين كلنا ان هو هيتعرض لحرب نفسيه رهيبه، عارفين احنا الكلام ده، احنا عارفينه، مش غريب عننا. فما نستغربش بقى، احنا ما نستغربش من اي حاجه بتحصل، من اي كلام بيتقال، من اي حاجه بتتكتب، مش عايزين نستغرب خالص من كل الهري ده. تمام، احنا دورنا كجماهير ان احنا نعرف ندعم اللاعب. تختلف تتفق معايا، دي وجهة نظري على فكرة يعني. انا اهلاوي، مش يعني مش مجبر ان انا اقعد اقول لك انا اهلاوي جامد واهلاوي مش عارف ايه واهلاوي متعصب وكده خالص والله. انا مش عارف الدبانه مالك يا حاج، مش مجبر ان انا اقول لك كده خالص، ولكن دي وجهة نظري وانا احترم وجهة نظرك ايا كانت. يعني انت ضد او مع امام عاشور ان هو مع النادي الاهلي، تمام. إيه، انا مش مختلف معاك في القصة دي، بس انا دلوقتي بتكلم في نقطة ان امام عاشور خلاص بقى لاعب في النادي الاهلي، خلاص بقى لابس تيشيرت النادي الاهلي. فدوري انا كجمهور هو الدعم فقط لا غير، ادعمه واحميه. هو ده دوري انا كجمهور، ودي وجهة نظري يا صاحبي. ثانيا بقى الحاجة اللي اتكلم فيها الأستاذ إبراهيم المنيسي، الحاجة اللي أنا شايفها إن هي صح جدا، إن إدارة الأهلي عمرها ما كانت هتدفع المبلغ اللي دفعته في إمام عاشور ده علشان بس تطلع لسانها للزمالك وتغيظ الزمالك مثلا. هو الصفقة على فكرة فيها نسبة كبيرة جدا من إن أنا بطلع لساني للزمالك وبقول لهم يعني بضربهم على قفاهم يعني، فيها نسبة كبيرة. ولكن ولكن المبلغ اللي اتدفع في امام عاشور لا يقول فعلا ان انت محتاجه فنيا، ان فعلا المدير الفني موافق عليه قلبا وقالبا يعني. وخلينا كلنا متفقين امام عاشور لو بمستواه او ظهر معاك بمستواه، حافظ على مستواه اللي احنا عارفينه، لا هيفيدك جدا وهيفرق معاك جدا جدا يعني. طيب، ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ هو الدعم يا رجاله، ندعم الفريق طبعا ككل، واي حد بما ان امام عاشور من ضمن الفريق ككل يعني. فواجب علينا ان احنا ندعمه ونسنده ونحميه. خلص الكلام.